الجنة لها 8 أبواب. الجنة لها 8 أبواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فاللون الذي يميز الجنة هو اللون الأخضر، ليس فيها لون أسود. ثياب خضر، حدائق، أشجار، نباتات، كله لون أخضر، حتى لباس أهل الجنة أخضر. اللون الأخضر ذكر في القرآن 8 مرات بعدد أبواب الجنة. سبحان الله، لا يمكن لإنسان أن يقول هذه مصادفة، أن يذكر اللون الأسود 7 مرات بعدد أبواب النار، ويذكر اللون الأخضر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. هذا لا يمكن أن يكون بالمصادفة. نعلم أن جهنم سوداء مظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحمي على النار، أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وجهنم لها 7 أبواب. العجيب، انظروا معي، أن اللون الأسود ذكر في القرآن 7 مرات بعدد أبواب النار. الله تعالى يقول: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن اللون الأسود ذكر 7 مرات في القرآن الكريم بعدد أبواب النار. الآن تعلمون أن ألوان الطيف الضوئي 7، ألوان قوس قزح أو الطيف الضوئي 7 ألوان. ذكرت كلمة ألوان في القرآن 7 مرات أيضا بعدد ألوان الطيف الضوئي. سبحان الله، يعني هذه الحقائق لا يمكن لإنسان مهما كان جاهلا أو جاحدا أن يدعي أنها من تأليف بشر.